ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده بقى زي ما انتم شايفين كده المنظر والجمال ده، انا مش عايزه اتكلم. شويه رز معمر، بصوا صينيه بطاطس، لحمه مشويه. بصوا حاجه كده فجره من الاخر. انا مش هتكلم كتير، انا هقول لكم يلا بينا عشان نشوف الحاجات الحلوه دي احنا عملناها ازاي. بصوا يا حبايبي، انا مخلطه كميه بصل هي حلوه قوي تحفه. بصوا اللي هي جوانح كده مع دواير مع اي حاجه، تمام. ومعاها طماطم هي متخلطه برده وبصل وفلفل. والبهارات هنا معانا هنا بصل بودر وثوم بودر وفلفل اسمر والسبع بهارات. ومعانا صلصه الباربيكيو وملح، تمام. طبعا ايه عايزين نشوي لحمه، فانا طبعا عايزه اتبلها الاول. اقول لكم بقى التتبيله بتاعتي في اللحمه بتبقى عامله ازاي اللي بتخليها دايبه، تمام. بصوا معايا البصل اهو زي الفل، مش هحط عليه اي حاجه، هحط عليه بس الملح والفلفل الاسمر لا ملح لا، البصل البودر والفلفل الاسمر والسبع بهارات. هنديهم دعكه لغايه ما ننزل ايه الميه بتاعتهم، بس كلها ميه البصل تنزل. دي اهم حاجه، دي بتخلي اللحمه شاربه من ميه البصل تبقى فظيعه. بصوا كده اهو، بصوا كده اهو. بصوا حبايبي، عملت اهو كل حاجه. هنحط بقى ايه عليهم معلقه ملح. بصوا هي معلقه ايه، يعني معلقه وحبه كده اهو، عشان البصل هينزل ميه اكتر كده فيه. خلاص كده اهو. بصوا اول حاجه اهو هنحطه شويه، مثلا شويه صغيرين من صلصه الباربيكيو. بصوا ازاي بقى، حبه صغيره خالص بس تبقى تحفه قوي قوي. بصوا جربوا التتبيله دي والله هتعتمدوها على طول، تمام. هيبقى احنا حطينا البصل ده عاملين ملح بملح وفلفل وبصل بودر والسبع بهارات بس، ومعلقه صغيره من البابريكيو. هنحط الطماطم، بصوا برده جوانح، طماطم جوانح اهيت مع شويه فلفل ايه سبايسي كده اهو. هنحطه كده اهو، شايفين الريحه اصلا وهم. بصوا بقى كده، بسم الله اللهم بارك، تحفه. هنيجي نحط بقى ان ايه شرايح اللحمه. بصوا انا معايا هنا كيلو لحمه فيليتو، بقى انتوا كنتوا براحتكم خالص حسب بقى انتوا عايزين. بصوا كده كده خلصت خلاص اهيت اللحمه. بسم الله ما شاء الله، الريحه اصلا وهم. دي بقى انا بص انا عاملاها الصبح بدري، انا ممكن المفروض كنت اعملها من قبلها بيوم بتبقى احلى واطعم، فانا عملتها دلوقتي. هسيبها بقى 5 ساعات 6 ساعات براحتها خالص، لغايه طبعا الميعاد اللي انا هاجي اشوي فيها اللي هو ميعاد الغدا، تمام. هنحطها بقى في التلاجة، هحطيها بقى بستريتش واغطيها في التلاجة. واول ما اجي اشوف بقى تعملوا حاجات النهارده، الفيديو ده مليان حاجات جميله قوي. تابعوني بس وان شاء الله تبقى ايه اكله تبقى زي الفل ان شاء الله. حبايبي اللحمه اهي خلصتها، بصوا بقى بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، فظيعه. هي دوبك هي بصوا بقى لها دلوقتي دخلت في 6 ساعات، تمام. انا هحطها بقى كده في الصينيه. بصي هي شربت من التتبيله وبقت تحفه. طبعا جربوا طريقتي بس والله العظيم ملهاش حل، تمام. انا بص هحطها كده اهو. حاجه كده النهارده بقى قلت بقى ايه الولاد بقى اجازه من التدريبات وكده، فالواحد ايه يظبطهم شويه
طبعا ايه كل واحده تقول لك بقى ايه، لا انت عايزه تطخنينا، انت عايزه تعملينا. قلت لهم شموا الاكل وبعد كده احكموا. بصوا كده انا ايه بحاول بس اظبط عشان تاخد اكبر كميه اهو كده اهو. بقى هي رصيت اللحمه كلها. بصوا بقى كده اهوت عندي اللي هو الخلطه دي، طبعا دي مش هتترمى، دي لسه هتتعمل هنا، بس احنا هناخدوها. بصوا انا هعصر الميه بتاعتها على اللحمه كلها، شايفين ازاي؟ بصوا كده اهوت. طبعا الحاجات دي كلها بقى ما اقولكوش اما تتحط لسه تتشوى. بصوا كده اهوت انا حطيت خلاص اللحمه اهي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بقى انا دلوقتي قدامكم هدخلها الفرن، وعلى طبعا انا مسخنه الفرن بتاعي على اعلى درجه حراره. تمام، تعالوا كده معايا اهو على الرف. بصوا انا رافعاه بس ايه حاجات بسيطه عن الفرن، عن الارضيه، وعلى اعلى درجه حراره اللي هي 230 اهي. وهخليها وكل شويه كده احط لها شويه كده ميه بتاعت البصل والبتاع، والبصل دايما هشوحه كده في الاخر معاها. تمام، وهنغطوا بصوا وهنحط الفرن هنقفله يعني. تمام، تعالوا بقى هنا معايا هنعمله بقى حاجه تانية بقى ايه تحفه. هنعمله رز برام. هنا معانا ايه كوبايتين رز. بصوا طبعا مالكوش دعوه بالبصل والطماطم والحاجات دي، في حاجه ثالثه. هنا هتعملوا ايه، دي كوبايتين رز. تمام، رز مصري عادي خالص مفيش حاجه. خدوها قاعده، كوبايتين رز اصلا بياخدوا عليهم 4 كوبايات لبن. تمام، بصوا بقى الرز هتحطوه في برام، عايزين تعملوه في صينيه، بس طبعا البرام معروف بالرز المعمر بيبقى فظيع. وجربوا الطريقه بتاعتي ديت بجد خطيره ملهاش حل. بصوا اول حاجه هتيجي تعملوا مثلا الرز اهو، بصوا محطوط اهو، هتيجي تعملوا الحركه ديت. بصوا كده اهوت بالمنظر ده. هتقولي ايه اللي بتعمليه ده؟ اقول لكم انا مش عارفه، بس هي الطريقه دي حلوه. ايه هتعملوها كده وخلاص اعملوها زي انا ما بعملها وخلاص. تمام، بصوا بقى اول حاجه اللبن هنجيب الخلاط. هتقولي خلاط؟ اقول لكم اه خلاط. بصوا بقى هنحطوا 4 كوبايات لبن، هنيجي نضربوهم في الخلاط مع الملح. تمام، بصوا 4 كوبايات لبن اهو. اللبن ده جايباه من عند اللبان، وانا واثقه اصلا في اللي هو بتاع اللبن بتاعي بيديني لبن بصراحه تحفه. بصوا 4 كوبايات لبن بالظبط. تمام، ثواني كده انا حطيت قد ايه؟ كوبايتين. كوبايتين. هنحط التالتة اهي. بصوا بقى اللي ما عندكوش خلاط، عندكوا هاند بلندر، عندكوا اي حاجه حطوا مضرب بيض براحتكم. المهم انا عايزه الحركه دي تتعمل، ممكن مضرب يدوي اصلا. تمام، هنجيبه هنا معلقه ونحط معلقه ملح اهو. انا حطيت الملح وحطيت ال4 كوبايات لبن، لسه ما عملتش اي حاجه. اول حاجه هنضربهم كويس قوي. تمام، هيتضربوا عشان طبعا صوت الخلاط. هضربهم كويس قوي وهرجع لكم. هنحط هنا في الرز دوت مثلا كام حته زبده كده. بصوا كده، بصوا الرز المعمر محدش يقول لي بقى ايه دايت ومش دايت وبتاع، دي سمنه فلاحي. بصوا كده هو حلاوته بالايدين. في ناس بعد ما بتحط تعمل الرز وتحط عليه اللبن وتحط عليه كل حاجه، تيجي في الاخر تروح تقول لك الايدام ده بعد ما اللبن يتشرب فيه وكله هنيجي لا انا مش حابه الطريقه دي. انا احط ايه بحب دي احسن. بصوا بقى حبه فلفل اسمر صغيرين، طبعا انا حطيت ملح. تمام، بصوا هنيجي نقلبه بقى ايه الرز بالسمنه ونغلفوها خالص وبالزبده وكله. بقى بصوا الرزايه خلاص شربت من السمنه والزبده وتحفه. هنيجي نشوف هنا اللبن. بصوا بقى اللبن عمل فوم كده، كل دي القشطه بتاعت اللبن. على فكره اللبن ده مش مغلي اصلا، انا حاطاه كده على طول ان هو هيغلي في الفرن اصلا مع الرز. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين كل طبقه دي طبقه قشطه. بصوا طبعا هو عمال يقع. ثواني كده انا هفضيه اكمله بقى. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كل القشطه دي شايفين المنظر بقى.
بصوا انا ما حطيتش ميه، يعني لاقيه شويه صغيرين، عشان عايزه طبق الرز بتاعي، طاجن الرز بتاعي يبقى ايه حلو كده وغني. بصوا بقى معايا علبه زبادي، بصوا هنحط كده فوق الوش، هيدي طراوه للرز. بصوا هيخليه ملهوش حل. تمام، ما فيش زبادي ولا اي مشكله. يلا بتوع الدايت بقى ملهمش دعوه بالحاجات دي. معايا هنا قشطه او كريمه براحتكم خالص، انا لسه والله جايباها من فتح الله. بصوا والله النهارده انا اصلا ما كانش ليا مزاج انزل اصلا خالص، بناتي كده ربنا يا رب يحميهم ويبارك لهم، هم اللي راحوا لي فتح الله جابوا لي كل الحاجات بتاعتي اللي انا عايزاها، ماليش مزاج انزل. بصوا بقى كده، يعني بجد انا مش عارفه اقول ايه. ده انا من دلوقتي انا مش عارفه بقى، النهارده اليوم الفري بتاعي، فانا هاكل النهارده من الحاجات الحلوه دي. بصوا بقى كده، انا طبعا مولعه الفرن من بدري قوي، هيتحط كده. بس انا قبل ما احطه عشان بالامانه انا منضفه الفرن ومخليه زي الفل، فهنحط تحتيه صينيه عشان لو حاجه فارت انا ما ازعلش على الفرن، مش مشكله ده يفور الفرن، ما يبص وانا تعبي ده يروح على الفاضي. فانا ده هنحطه في صينيه بتاعت صاجه فرن كده، واخليه بقى يعيش حياته. تمام، وبرده هوريه لكم انا بدخله اهو، خليه بقى كده يعيش حياته. انا مش مولعه فوق، انا مولعه تحت بس. وفي حاجه ممكن نولع فوق الوش يتحمر وبعد كده هو يتشرب مع نفسه بقى براحته. تمام، هنخليه كده اهوت على اخر درجه. بصوا انا نقلت اللحمه تحت وده اللي فوق عشان يبقى سهل كل شويه اشوفه. تمام، هنغطه بقى، نقفله عليه. وبصوا اللحمه هنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، فظيعه اهي. فانا كده بقى ايه مخليهم. هنظبط بقى الدنيا اللي احنا كركبناها ديت، وهرجع اقول لكم بقى على الحاجه التانيه اللي احنا هنعملوها. حبايبي الجمال، بصوا انا حطيت هنا اهوت على اللحمه الصوص بتاعها اللي هو الطماطم وكده، بس هي طبعا لسه انا قلت اصورها لكم بس وهي كده في الفرن. وبصوا مش عايزه اقول لكم دايبه. واللي خلاني احط عليها الحاجات دي الطماطم بالبصل عشان الميه بتاعتهم تنزل عليها تخليها حلوه كده ما تنشفش. شايفين المنظر والجمال؟ طبعا هي لسه شويه، فانا قلت بس ايه عشان تبقوا انتوا ايه متابعين معايا كده خطوه بخطوه. اول برده ما الرز ما يخلص وكده هوريه لكم على طول. ولسه بقى ايه تعالوا عشان لسه هنعمل له حاجه تانيه ايه تحفه. بصوا حبايبي ارجع لكم بقى عشان هنعمله صينيه بطاطس بطريقه تحفه ملهاش حل. بصوا انا حطيت هنا حته سمنه فلاحي وبس، سمنه فلاحي بس. انا هنا البصل اللي انتوا عارفين ان انا بحب اعمله اول حاجه اللي هو بالفلفل دوت، بس انا ما كانش عندي احمر كتير فانا حطيت عليه ايه اخضر. بس بقى مش مهم اخضر احمر، المهم يعني انا بحب اصلا الطريقه دي بتخلي اصلا ريحه الاكل بتبقى ايه رهيبه. بصوا انا ايه هشوح كده بس البصل. على فكره لسه البريم في الفرن واللحمه مش عايزه اقول لكم على الريحه فظيعه. بصوا كده بقى نقعدوا كده ايه نقلبوا فيها. انا معليه النار معلياها كده، شايفين المنظر كده. هنعمل لكم صينيه بطاطس بقى بالهنا والشفا عليكم. بصوا معانا ده البصل ده ملوش دعوه ده بقى الشرايح. بصوا هنحطه كده عشان في حاجات مش كويسه. بس كده نفرولوه كده اهوت بايدينا. كده شويه. هي البطاطس بصراحه بتبقى حلاوتها بالبصل. بصوا كده هنحط هنا معاه طبعا بطاطس يبقى توم. بصوا بقى دول هنخليهم يتبلوا شويه. تمام، هنخلي البصل بس يدبل سيكه كده اهوت وارجع لكم اقول لكم هنعمله ايه فيه. البصله اهي دبلت خالص. هنحط هنا ايه معلقه كده فلفل اسمر وهندوا تقليبه كده برده.
بصوا كده. تمام. هنيجي برضه نحط ايه الملح. بصوا انا مش عارفه اقول لكم حطوا معلقه حسب بقى والله ايه انتوا، كل واحد بيحب الاكل بتاعه حادق ناقص ملح، براحتكم بقى خالص. يعني بصوا هما حاجتين الملح والسكر، لا دي بقى براحتكم انتوا، كل واحد بيحط الحاجه اللي هو حاببها. انا لما باجي اعمل اكل زي رز بلبن اعمل حاجه، لو عملته على حلاوتي انا هما ما ياكلوهوش، ان انا بعمله اصلا ما فيهوش سكر يعني تقريبا بيبقى ماسك. في جوزي بيحب اللي هو الحاجه المعتدله يعني، ولا حلو ولا ماسك، لا انا هقول له دي حلاوتي، فيقول لي خلي حد من الولاد بقى هو اللي يدوق. عندي نور بنتي تحب تدوق، هي مثلا لما اكون انا بقى شاكه في حاجه انا شايفاه حلو تقول لي يا مامي لا ده عايز شويه سكر، هروح مزوده، لا عايز شويه ملح. لا طالعه بتحب، لا نور بتذوق حلو قوي. وعندي لا سما تقول لي لا اي حاجه، هو الاكل طعمه حلو اصلا، مش عارفه بقى ناقص ملح او ناقص ملح. لكن نور لا، نور هي اللي بتحب انده لها، احب اخليها تشوف الاكل اقول لها عايز ايه يا نور، تقول يا مامي لا شويه ملح، لا مظبوط. تمام. بصوا بقى البطاطس انا غسلاها ومقطعاها، بصوا شرايح، بصوا عامله ازاي. هنحطوها كده اهو ما شاء الله اللهم بارك. هنيجي بقى نقلبوها كلها، اللي احنا ندوها ايه تشويح كده اهو. بصوا كده هنقلبها كلها. فضيت البطاطس طبعا ايه عشان ساعه التقديم بيبقى شكلها ايه حلو كده، انا حطاها كده على السفره وكده، فبيبقى الشكل ايه في البايركس بيبقى احلى وبتاع. بصوا من هنا عصرت عصير طماطم، اللي هي طماطم يعني في الخلاط. تمام. بصوا هنحط طماطم ايه بس، مش هحط عليها اي حاجه خالص. هنيجي بقى بسم الله الرحمن الرحيم هنحط هنا ايه، بصي على البطاطس كده. بصوا نقلبوها، طبعا البطاطس كلها واخده تشميعه مع البصل بالسمنه وفلفل اسمر وملح، مش ناقصه اللي هي الطماطم، وتدخل الفرن. انا لو كنت خليتها في الصينيه هي كنت عملتها على البوتاجاز على طول، عشان الفرن انا حاطه فوق في الاتنين حاطه فيهم الاكل، بس انا عشان البايركس ما ينفعش في البوتاجاز، فانا اروح مدخلاها الفرن جنب اي حاجه. تمام. بصوا بقى صينيه بطاطس من الاخر، بصوا كده اهي كده زي الفل. انا مش عايزه لها طماطم كتير يعني بالمنظر ده. نحط هنا شويه. بصوا بقى ادخلها الفرن كده وما تخلص بقى وبقيه الاكل كله يخلص اوريهم لكم. انا خلصت اهو بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، فظيعه تحفه هي خالص. بصوا عملت بقى انا حتتين فحم. تمام. انا فضيتها في السرفيس دوت كده اهوت، ورحت حاطه بصوا اللحمه، بس انا حاطها الاول في الفحمه وبعد كده بقى اوريها لكم. بسم الله. لا تنزيل بس. بصوا كده اهوت قبل ما نخلصوا بس بقيه الايه الاكل كله بقى نطلعوه، خليها كده يكتم الدخان في قلبيها. انتوا بص مش عارفه اقول لكم ايه، احلى حياتي والله العظيم. اهو كده هي مقطومه كلها هي. هنطلع بقى البطاطس في البرامات ان شاء الله ونقول لكم بقى الاكل كله ان شاء الله. الاكل بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، الاكل خلاص مش عايزه اقول لكم، احيي على الريحه والجمال والطعامه فظيع. بص برام الرز خطير 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 بسم الله ما شاء الله. دلوقتي هوريه لكم. بصوا البطاطس انا على فكره انا غيرتها، لقيت الفرن مش عارفه احط فيه البايركس عشان اللحمه والبرام، رحت فاضياه في الصينيه دي وحطيته على البوتاجاز شويه، رحت مدخلاه الفرن بعدين، بس طلعت كده بسم الله ما شاء الله. عايزه اوريكم اول حاجه الرز البرام. بصوا بقى كده بصوا انا عايزه اوريكم الرزايه، بصوا مفلفله ازاي، بصوا بسم الله ما شاء الله عامل ازاي الرز مفلفل والله، طعمه ملهوش حل، روعه
روعه بجد روعه. بصوا انا عايزه اوريكم برضو البطاطس، استنى كده اجيب شوكه. بصوا البطاطسايه بسم الله ما شاء الله، يا خرابي على الجمال. بصوا عامله ازاي، فظيعه. طبعا انا عايزه اقول لكم ادوق، بس انا دقت بصراحه، انا دقت كتير. بصوا الجمال، بصوا عامله ازاي. بصوا مع الرز بقى، شويه رز كده بالبطاطس. بس انا اوريكم اللحمه الاول، بعد كده بقى ادوق انا براحتي. بصوا بقى اللحمه، بصوا بسم الله ما شاء الله. انا عايزه اوريكم، مش عايزه اطلعها عشان ما تبردش، بس بصوا عامله ازاي، دايبه خالص اللحمه. بصوا فظيعه، طعمها روعه. دي تنفع للرجيم اللي هما بيعملوا دايت، دي من غير دايت ودي من غير دايت. فالنهارده عشان اليوم الفري بتاعنا انا والبنات وكده، فيلا هندوس بقى حاجه كده وهم. جربوا الحاجات دي بطريقتي، والرز البريم ده ملهوش حل، بالطريقه بتاعته نفس خطواتي. واللي يجربهم او شوفوا الطريقه وحاولوا، والله العظيم هتندموا. تعملوا لي لايك بقى، عشان عايزه بجد الفيديو ده يترفع لايكات. هو انتوا هو اللايك ده بيوجع لكم صوابعكم؟ ما تحطوا صباعكم على اللايك والله العظيم هيعمل. بس تعملوا بصوا اتكوا كده اهوت، اي حاجه مش هيعض، ما تخافوش وبتاع. فبصوا لايك حلو، كومنت جميل زيكم، واللي ما اشتركش عندي في القناه يشترك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.